تشتري سكوتر قبل ما تشوف الفيديو ده، لان شركة دايو غيرت اللعبة كلها ونزلت لك ارخص سكوتر بنزين عندها في الفئة الاقتصادية. سكوتر بيجي بمواصفات جميلة جدا، هو الكيت ال150 من شركة كيواي، مع اختلاف ان ده نازل من شركة دايو. وكلنا طبعا عارفين ان شركة دايو بتحط اعلى خامات موجودة في السوق وارخص سعر. السكوتر اللي معانا ده النهاردة 150 سي سي، بس موجود فيه حاجة مش موجودة خالص في اي سكوتر في الفئة الاقتصادية، وهي الفرامل السي بي اس. السكوتر اللي معانا النهارده ده بينزل فرامل اماميه وخلفيه باكم بتقنيه السي بي اس، من اكتر التقنيات المحترمه في الفرامل. هيديك اعلى نسبه امان موجوده. السكوتر مميز جدا وخاماته محترمه عكس الموديلات اللي فاتت، وسعره ارخص من اي حاجه ممكن تشوفها في السكوترات اللي في الفئه السعريه دي. سكوتر بيجي بموتور 150 سي سي بنظام حقن وقود كربوراتير، بيجي طبعا بنظام اضاءة محترم LED بالكامل، اضاءة قوية زي ما احنا شايفين كده، عالي واطي، اضاءته محترمة جدا. بيجي بعداد ديجيتال بيوريك الكيلومتر بتاع السكوتر، بيوريك عداد البنزين، عداد للار بي ام، مكان عداد للسرعة. سكوتر محترم جدا. الاختلافات ما بينه وما بين الكيت الكيواي ان التانك البنزين اتنقل من المكان ده لجوه في الشنطة. شنطة محترمة تاخد خوذة طبعا، مكان للتخزين امامي، وبرده مكان هنا لو هتعلق شنطة او اي حاجة قدامك. الجنط بتاعه 12 70 130، جنط كبير يديك ثبات جدا على الطريق. السكوتر ده نازل لمين؟ نازل للفئة الاقتصادية. يعني انت لو عايز تشتري سكوتر على قد فلوسك تروح بيه شغلك، سكوتر موفر جدا. تانك البنزين بتاعه 6 لتر، اللتر الواحد يمشيك حوالي 35 كيلو. الخامات بتاعته اطرى واحلى بكتير قوي من الانواع التانية اللي كانت بتنزل. الاضاءة بتاعته شكلها لذيذ، في رينج لايت برضو في الاضاءة الامامية شكله حلو. السكوتر ده متوفر في معرض مكنة وسكوتر جميع الالوان بسعر انت مش هتتخيله.